السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي البسيطه والناجحه 100% في الحفاظ على القطاني. تدوم معكم حتى اكثر من عام، تبقى كيف ما هي نقيه نظيفه نهائيا، ما يوصلوها لا حشرات ما تخسر ما حتى حاجه. اذا ان شاء الله نبداو بالطريقه الاولى ثم الثانيه. هاد القطاني اللي كتشوفوا معايا انتم كيف كتشوفوا راه شريت كميه كبيره، لان هذا هو وقت القطاني فين كتكون رخيصه وموجوده بكثره. شريت هاد الكميه اللي كتشوفوا معايا. الجزء غنحتفظ به خارج الثلاجه، يعني في المطبخ، في خزانه المطبخ فوق البوطاجي فين ما حطيته، والجزء الثاني غادي نحتفظ به في الثلاجه. الفرق بيناتهم ان هاد البلاستيك اللي كتشوفوا معايا هادشي راه قديم، كان في الثلاجه اصلا. هانتو كتشوفوا البلاستيكه شويه كتبان فيها بحال الندا ديال الماء. هادو راه كنت محتفظه بهم في الثلاجه. هاد الحماص، هاد الفول اللي وريتكم في الاول، هاد الجلبانه، هادو كانوا عندي قدام، يعني من العام الفايت ولا قبل، وراهم مازال جدادين في الثلاجه. ما كندير لهم حتى حاجه، كنحطهم غير كيف ما هما. هادشي جديد اللي شريته دابا هو اللي غادي نوريكم كيفاش غنحتفظ به ان شاء الله، غير في المطبخ، ويدوم معكم مده طويله بزاف الوقت اللي بغيتو. اذا بلا ما كثر عليكم كثره الهضره، المكون اللي غنضيفو للقطاني هو ورقه موسى، ورقه سيدنا موسى، ولا ورقه الرند، ورقه الغار، كل دوله وكيفاش كتسميه. اذا هاد الوريقات الا ضفناهم للقطاني نهائيا ما كيخسروا، ما كيجيهم حتى حاجه، كيبقاو كيف ما هما، لان سبحان الله فيهم واحد الرائحه طارده للحشرات، ما كتخليهمش يسوسوا ولا يغمانوا. هانتوما هاد العدس مثلا، هذا راه قديم عندي، انا ضايفه عليه الوريقات هادو ديال سيدنا موسى، كيبقى زوين وجديد، ولكن بشرط، الشرط الوحيد باش نحافظوا عليهم ويبقاو كيف ما شفتوا معايا هو انكم تنقيوهم، تنظفوهم مزيان، عاد تحطوهم، ماشي نغسلوهم لا طبعا، غادي غير نقيوهم، نقليهم مزيان، نحيدو من التراب، نحيدو اي حاجه فيهم، وعاد نحتفظوا بهم. هانتوما هاد الفول هذا راه كنت محتفظه به في الثلاجه، ها هو في البواطه ديالو، ما ضايفه ليه حتى حاجه في الثلاجه، ما كنزيدش ليهم حتى شي مكون، غير هكذا. اما كنديروهم في القريعات ولا كنخليو في بلاستيك ديالهم وكنحتفظ بهم في الثلاجه. الا في الثلاجه راه ما يخسروش، واخا تخليهم حتى عامين 3 سنين وكثر، بالتجربه هذه مضمونه 100%. الا في الثلاجه راه ديك البروده ودرجه البروده اللي في الثلاجه ما كتخليهمش يخسروا نهائيا. وإلا خارج الثلاجه او في المطبخ ضروري ما نضيفوا لهم شي مكون اللي يحافظ عليهم ويمنعهم من التسوس ومن تكون الحشرات. والمكون اللي كندير انا هو هاد ورقه موسى كيف شفتوا معايا. هانتوما هنايا عندي الحمص، نقيته ومن بعد حطيته هنا في هاد القريعه هكذا، وغنضيف ليه بعض الوريقات ديال الرند صافي، وكنغطي عليه وكنحطو فين ما بغيت، غير فوق البوطاجي ولا في خزانه المطبخ، في البلاصه اللي بغيتو تحتفظوا بالقطاني فيها ديروه. نفس الشيء بالنسبه للعدس، غادي نحيد هذا وغادي نضيف واحد اخر، طبعا من بعد ما نقيته حتى هو غادي نضيف ليه ورقه الرند. واللي ما عندوش ورقه الرند وبغى يحتفظ به، كاينه طريقه اخرى، وهي انكم ديروا الفلفل الاسود او الابزار، ما مطحونش طبعا، غير حبيبات هكذاك غليظه، تاخذوا واحد 10 الحبات ولا 15 وترميوهم هكذا القياس اللي بغيتو، يعني ماشي كنحسبوا، غير تاخذوا هكذا واحد بغيت غير نوريكم زعما الكميه غير قليله، وتخويوها هكذا وسط القريعه ديال القطاني ديالكم، تخلطوا، وراه حتى هو في ديك الرائحه النفاذه اللي كطرد الحشرات وما كتخليش القطاني يسوسوا. اذا اللي درتو فيهم راه مزيانه. والافضل من هذا الشيء كامل هو الا كانت عندكم الثلاجه كبيره وفيها لي سباس فين تهز لكم، راه ممكن تحتفظوا بجميع الاشياء فيها، كيبقى كيف ما هو محتفظ بكل شيء، العناصر ديالو يبقى جديد طري كيف شريتوه. كندير ماشي غير القطاني، كندير حتى لي بات، كل شيء الروز، شعريات السفه، اي حاجه تطيح في بالكم كنديرها في الثلاجه. هذوك جوج صنيدقات لتحت اللي عندي ديال الخضره، لان شويه عندي الثلاجه كبيره، فواحد الصندوق واحد مخليها الخضره، والثاني كندير فيه هادشي ديال القطاني والمعجنات، فكتبقى جديده مده طويله. يعني ملي كنلقاو هكذا رخيصه ووقتها طريه وزوينه وبثمن مناسب، كناخذ كميه
وكنحتفظ بها هكذا. وبالنسبه للثلاجه نسيت ما قلت لكمش، الثلاجه ماشي نتوما مضطرين انكم تنقيوها عاد تخبيوها، لا. بحال دابا مثلا شريت واحد الكميه وما عنديش الوقت باش نقيها، فكنخليها احيانا بلاستيك ديالها وكندخلها للثلاجه. الوقت اللي كنحتاج واحد شويه كناخذ داك القياس كنحطو ونقيه، وداك الشيء الاخر كنرجعو للثلاجه. في الثلاجه راه ما كتخسرش، واخا تكون منقيها واخا تكون ما منقيهاش. وفي الثلاجه سواء كنحتفظ بها بلاستيك ديالها كيف كنشريها، وإلا كان هكذا الوقت ممكن انني نديرها بواطات هكذا في قريعات ونسد عليها ونرتبها في الثلاجه. اذا احبتي هادو هما الطرق اللي كنستعمل باش كنحافظ على القطاني مده طويله بزاف، سواء داخل الثلاجه ماشي المجمد الثلاجه فقط او في المطبخ كيف شفتوا معايا. نتمنى ان شاء الله هاد الطرق تكون عجباتكم وفادتكم. الى عجباتكم ما تنساوش تخليوا لي الاعجاب وتشاركوا بالقناه الا كنتم ما مشتركينش، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليكم في امان الله.